واش سبق ليك ودرتي التحليل وشفتي كلمات بحال ازات والالات او جيو تي جي بي تي وما عرفتي شنو كيعنيو؟ فمرحبا بكم في قناة نبض التحاليل. بقاو معايا باش تفهموهم بطريقة بسيطة وواضحة. الكبد راه اكبر عضو داخلي في الجسم، كيقوم باكثر من وظيفة، من اهمها تنقية الدم من السموم، تخزين الطاقة والفيتامينات، انتاج البروتينات المسؤولة على تخثر الدم، وتصنيع العصارة الصفراوية اللي كتهضم لنا الدهون. تحليل الآلات والآزات، هاد جوج ديال الأنزيمات كيعطيو فكرة واش خلايا الكبد مزيانة ولا فيها ضرر. فأجيو نتعرفوا على أنزيم الآلات. هاد الأنزيم كيتواجد أساسا داخل خلايا الكبد. الدور ديالو هو أنه كيساعد في عملية تحويل البروتينات إلى طاقة داخل الجسم، بمعنى كيساعد الكبد يخدم مزيان باش يستافد الجسم من الأكل والطاقة. لكن ملي كيتضرر لنا الكبد، بحال في حالة التهاب الكبد أو دهون الكبد أو تأثير بعض الأدوية، كيتسرب هذا الأنزيم من داخل خلايا الكبد إلى الدم، وبالتالي كترتفع النسبة ديالو في التحاليل الطبية. بالنسبة للنسب الطبيعية ديال الآلات في الدم، كتراوح ما بين 7 و 56 وحدة في اللتر، ولكن الرقم كيتغير حسب المختبر. من الأسباب اللي كترفع لنا نسبة الآلات في الدم التهاب الكبد الفيروسي، سواء ليباتيت أ، ليباتيت بي، ليباتيت سي. فالكبد في هذه الحالة كيتضرر وكيطلق لنا الأنزيم بكثرة في الدم، والارتفاع هنا كيكون كبير بزاف، وغالبا كيترافق بأعراض بحال استفرار البشرات، تعب وغياب الشهية. كذلك الدهون الكبد كتعتبر من الأسباب اللي كترفع لنا الآلات، وكتوقع الناس اللي كياكلوا الدهون والسكريات بزاف أو عندهم وزن زائد، فهنا الآلات كيرتفع بنسبة متوسطة. بعض الأدوية والمكملات بحال مسكنات الباراسيتامول إلا تخادت بطريقة عشوائية، أو أدوية الكوليسترول، المضادات الحيوية، وحتى بعض الأعشاب، والناس اللي كيستعملوا بكثرة الكحول والتدخين، فكيدمروا خلايا الكبد، وبالتالي كترتفع لنا نسبة الآلات بشكل واضح. الناس اللي عندهم مرض السكري ومقاومة الأنسولين، فتراكم الدهون في الكبد كيزيد من نسبة الآلات في الدم. انسداد القنوات الصفراوية أو حصى المرارة، فهاد كلها أسباب كتأدي لنا إلى ارتفاع الأنزيم. نجيو لدابا الآزات، اللي هو أيضا أنزيم اللي كاين في الكبد ومتواجد أيضا في عضلات الجسم والقلب والكلي. الدور ديالو كيعاون الجسم يحول لنا البروتينات إلى طاقة بحال الآلات، ولكن هو أوسع من الآلات، حيت كاين حتى في عضلاتك ماشي غير في الكبد. كيرتفع إلا كان التهاب الكبد الفيروسي أو الدهني، أو أضرار الخلايا الكبدية، المشاكل في القلب أو العضلات، أضرار عضلية مثلا بعد الرياضة الثقيلة، وأمراض القلب ونزيف عضلي، وكذلك بعض الأدوية والسموم والتدخين والكحول. من هنا ممكن أننا نستنتجوا أن إلا كان عندنا أنزيم الآلات أعلى من الآزات، فغالبا المشكل تيكون في الكبد، ولا كان لنا الآزات أعلى من الآلات ممكن يكون السبب في القلب والعضلات. فباش تخلي الآزات والآلات في نسب طبيعية، تجنبوا الإفراط في الكحول، ديروا رياضة معتدلة بدون إرهاق كبير، وحافظوا على الكبد بالتغذية المتوازنة وشرب الماء. من بعد ما عرفنا الآلات والآزات، فهمنا أن هاد الأنزيمات ماشي غير أرقام في نتائج في التحاليل، بل هي رسائل من الكبد. ملي كيرتفع عندنا الآلات فغالبا الكبد محتاج يرتاح أو فيه ضرر بسيط، وملي كيرتفع عندنا الآزات خصنا نفكروا في عضلاتنا والقلب. فحافظوا على الكبد بالرياضة المعتدلة، الطعام الصحي، وشرب الماء، وتجنبوا المقليات. وإلا شفتي أي ارتفاع فما تخافش، الطبيب ديالك اللي غيقدر يفسر لك النتيجة ويعطيك الحل المناسب. فما تنساوش أن الكبد ديالك هو مصنع الحياة، خليه مرتاح وخاصو العناية بديالك. شكرا لكم على المتابعة. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.